السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى بصور معاكم الغدا بتاعنا ده. النهاردة أكلنا، فقلت اعمله معاكم لان انا لسه عامله لكم سمك. فاحنا النهارده هنعمل سمك برضو. فاحنا بنحب السمك قوي في الشتاء، والسمك في الشتاء بيبقى جميل. ودلوقتي اسعاره جميله جميله، مش قادره اوصف لك. السمك البلطي جايباه ب 76، هو قال لي ب 78، نزلت منه 2 جنيه بس تحفه. انا بحب الحاجه تحت ايديا في الفريزر، ان كان سمك ان كان فراخ اي حاجه بحبها تحت ايديا مغسوله ومتنضفه وبشيلها في اكياس. النهارده فضلت خيركم. عندي سمك كنت متبلاه من امبارح، نفس التتبيله اللي انا هعملها دلوقتي، بس هعمل تحتيه ارضيه لان انتوا عارفين ان احنا بطلنا نقلي السمك. النهارده بس ايه استثناء كده هنقلي سمك، عشان عندي حد طالب مني سمك مكرونه. المكرونه ما تنفعش الا تتقلي، فاحنا جبنا كيلو مكرونه كده هنقليه. وهنعمل برضو سمك مكاريل. المكاريل بقى ب 135 تحفه. البولتي تحفه تحفه، مش قادره اوصف لكم، هوريه لكم برضو. بألف هنا وشفا حبايبي. فالنهارده اوريكم التتبيله اللي انا هعملها للمكاريل والارضيه اللي تحت البولتي، والتتبيله اللي هتبل بيها من جوه. انا عندي دلوقتي حزمتين كزبره وحطيت عليهم وحدتين شبت برضو، وعندي 4 طماطمات قطعتهم جوليان زي ما انتم شايفين كده، وعندي 4 جزرات بشرتهم، وعندي بصلتين قطعتهم جوليان، وعندي 3 قرون فلفل رومي قطعتهم كده زي ما انتم شايفين كده. عندي بقى شويه فلفل الوان كانوا هيبوظوا، فرحت مقطعاهم ورحت شايلاهم في الفريزر. هتحسوا ان هم كده طراي بس مش مشكله، مش هيخسروا. هحطهم برضو على الخلطه ماشي. فانا شلتهم قبل ما يبوظوا. هنا عندي بقى التتبيله بتاعت السمك. توم مفروم، عندي برضو التوم مفروم في علبه. الفلفل الاحمر ده بجيبه وبفرمه وبشيله في علب. يبقى الحاجه عندي جاهزه. بصوا اهو، كنت جايباه ب 25، النهارده سالت عليه لقيته ب 20. انا بفرمه وبعبيه في علب كده وباخد منه للسمك للبتنجان لاي حاجه. وهنعمل بابا غنوج كمان النهارده. جبت بتنجانتين رومي، رحت السوق كده بضحت. انا ما بينفعش اروح الا هو يوم الجمعه، فبجيب كل حاجتي. جبت بنجر الكيلو ب15 اهو، ببشره على السلطه او بقطعه كده وباكله. وجبت اللهم صل على النبي بطاطا 5 كيلو شويتهم. ورا البطاطا بقى هروح حاطه ايه صواني السمك لان الفرن لسه سخن. دلوقتي احنا عندنا 3-4 معالق توم مفروم، وبتاع 6 معالق او 7 معالق عشان انا هعمل كميه. فلفل احمر مفروم. هنا بقى البهارات: كمون معلقتين كبار، ملح معلقتين كبار، كزبره معلقتين كبار، بهارات سمك معلقتين كبار ماشي. هنحط كل البهارات دي على التتبيله دي. وعندي 4 عصير ليمونات، 4 ليمونات عصرتهم اهو ماشي. هنتبل منه المكرونه. ادي المكرونه اللي انا جايباها غسلاها ومخليها فله. ده الكيلو ب 130، دي بلدي تحفه. هنتبلها ونقليها مع بعض. بصوا قشطه، دي بلدي. ادي التتبيله بتاعتنا اللي هنتبل منها المكرونه، وهنتبل منها المكاريل، وهنحط منها شويه على الخلطه دي ماشي حبايبي. يعني ان شاء الله يفيد منها. لو ما فاتش هنحط معلقه توم مفروم ومعلقه فلفل وملح وفلفل وكمون وعصير ليمون برضو ونتبلها، مفيش مشكله زي ما انتم شايفين كده اهو. بقى ايه عايزين نقلب دي برضو ونحط عليها بتاع ربع كوبايه زيت ماشي. كلها تقلبيها في قلب بعضها كده. بصوا ما شاء الله الالوان الجميله. ربنا يديم علينا نعمه والله، نعمه علينا لا تعد ولا تحصى اهو يا حبايبي. هناخد برضو معلقتين من دي نحطها عليها اهو. وبرضو لو ما فاتش، لو السمك اثر معايا هروح عامله شويه تاني، وهحط شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو ماشي كده. التتبيله بتاعتنا ايه جاهزه. السمك بقى اللي انا عاملاه من امبارح انا كنت متبلاه بس ما كنتش لسه سويته اهو. ده السمك اللي انا متبلاه من امبارح، نفس التتبيله اللي انا لسه عاملاها اهو. بصوا هحط بقى شويه في الصينيه وايه بس يعني هحيق الخلطه وارجع لكم اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الخلطه كفت بالظبط. ده المكرونه وده المكاريل اللي حشيته من جوه زي ما انتم شايفين كده. الحشوه اللي انا عملتها معاكم كل واحده حط جواها حته طماطمايه حته بصلايه هي ونصيبها، وبقيه الخلطه من تحت زي ما انتم شايفين كده حبايبي.
ادي البولتي اهو برضو عملنا الخلطه بتاعته لان هو كان محشي. هندخلهم الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهوريهم لكم لما يستووا. وهنا حاطه برضو البتنجان الرومي يتشوي في الفرن. ماشي حبايبي كده ايه، مفاضلش الا الرز. وهعمل ممكن حبه سلطه. وهنا عندي جرجير وخضره جايباها برضو غسلاها ومخليها زي الفل. انتوا عارفين السمك يحب الخضره. ماشي حبايبي خليكم معايا. ده البتنجان بابا غنوج شويته اهو في الفرن. بسم الله ما شاء الله. هقشره وارجع لكم. بصوا حبايبي ادي البتنجان قشرناه. انا ما بهرسوش قوي، اللي عايز يهرسه قوي يهرسه. هو مستويه بقعد اقطعها كده بالسكينه ان هي تكون قطع صغيره اهي زي ما انتم شايفين كده حبايبي. وعندي حزمه بقدونس قطعتها. وعندي طحينه انا عاملاها سلطه طحينه عندي باقيه هاخد منها معلقتين. وعندي هنا معلقه فلفل مفروم حامي حراق، اللي مش عايز حراق يحط فلفل رومي عادي. وهنا نص معلقه ثوم مفروم، معلقه كمون، ومعلقه ملح، وحبه خل، وحبه زيت. عندي الزيت اهو لسه ما شلتوش. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كل التتبيله دي كده اهو. وهنحط البقدونس دي احلى سلطه. وهنحط معلقتين طحينه اهي ماشي. وهنقلبها ونحط حبه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو ماشي. على حسب بقى ما انت عايزه الكميه اللي انت عايزاها زيت حطيها ان شاء الله نص معلقه. وهنحط حبه خل، معلقه خل مش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه خل اهو ماشي. اللي عايز برضو يزود براحته. هقلبها وارجع لكم. خلصنا البابا غنوج قلبناها اهي نفس التوابل نفس اللي انا وريته لكم. قلبته بس مع بعضه. وحطيت معلقتين طحينه سلطه طحينه معموله جاهزه تحفه. دقتها تحفه تحفه تحفه. الملح بتاعها بسيط وجميله والطحينه مديها طعم. الكمون والثوم مديها طعم. وانا ما بكترش طبعا الثوم عشان ما نفخناش. البقدونس فيه مديها طعم حلو قوي. بألف هنا وشفا. جربوها بنفس الطريقه وجربوها من غير ما تضربوها في الكبه قطع كده زي ما انتم شايفين كده. تحفه 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 تحفه. بألف هنا وشفا حبايبي. دلوقتي هنعمل الرز. رز ابيض مش هعمل رز سمك. احنا دايما عامه بناكل جنب السمك ساعات رز ببصل، بس ده ايه يعني ايه قليل قوي. بس اكتريه الاوقات لا رز بشعريه لا رز ابيض جنب السمك. انتوا براحتكم. انا بغلي ميه زي ما قلت لكم قبل كده. الرز الابيض بتعمل ميه مغليه ما يتحطش عليه ميه ساقعه. هعمل كوبايتين رز. حطيت حبه زيت بس ما حطيتش سمنه. وحطيت واحده مستكه انتوا شايفينها اهي. انا بحب المستكه على الرز قوي. بشعريه ابيض بحط مستكه بصراحه. وغسلت كوبايتين رز بس الزيت يسخن ونقلبهم وننزل من الميه. انا غليت لهم ميه هننزل بالميه المغليه عليهم. ومعلقه ملح صغيره. قلبته مع الزيت كده اهو. حطيت معلقه ملح صغيره. ننزل بقى بالميه اللي بتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده ماشي. زي ما قلت لكم الرز ما يتحطلوش ميه ساقعه. انت بتعجنيه الميه السخنه بتخليه يغلي بسرعه ويفلفل معاكي اهو يا حبايبي. نوطي على الرز ونبتدي بقى ايه نقلي السمك المكرونه. بصوا حبايبي كده الرز اهو بسم الله ما شاء الله استوى. موطيه عليه ولا قلبته ولا عريته ولا جيت جنبه لغايه ما استوى. خد بتاع تلت ساعه اهو لان انا عارفه كميه الميه. يعني انا خليت الميه تغطيه فوق الرز بقراطين. بصوا عشان الميه سخنه مفلفل ازاي. بصوا ولا معجن ولا اي حاجه. تحفه كده. ايه هصلي معلش العصر ربنا يتقبل منا ومنكم. ونبتدي ايه نعلق على الزيت بتاع السمك المكرونه نحمره سوا. ماشي يا حبايبي. وعايزه اوريكم انا جبت ايه النهارده وغسلته. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا جبت وراك 5 كيلو عشان بشيلهم في الفريزر تحت ايديا. وجبت برده سمك 5 كيلو. ده بولتي اللي انا بقول لكم عليه اهو. اللي انا قلت لكم ب 76 اهو. بسم الله ما شاء الله فله وقشطه وجميل وتحفه اهو. بقسمه في اكياس وبشيله. يعني انا بستغل يوم الجمعه بجيب حاجتي اللي هي بتاعت الشهر. يعني دول بتوع الشهر. كده هنقلي المكرونه بس مش هنقليها كلها. لما نعوز نقلي حطيت على الدقيق معلقه كركم
بتدي لون حلو قوي للسمك المقلي اهو. ماشي يا حبايبي، نحط كده ونقلب اهو. احلى اكله واطعم اكله، والاكله اللي انا بحبها وبفضلها في الشتاء بالذات. بعشق السمك، بيبقى حلو وطعمه جميل قوي في الشتاء. يا ريت ما تضيعوهوش، ويعني هاتوا سمك على طول واعملوا. السمك فيه غذاء جامده قوي قوي قوي، فايده بصراحه اهو يا حبايبي. بألف هنا وشفا اهو. احلى تتبيله واطعم تتبيله. عبال ما خلصت كل حاجه كان شرب من التتبيله اهو. بألف هنا وشفا حبايب قلبي اهو. وهيبقى مقرمش وجميل. خلصنا غدانا النهارده. اتفضلوا معانا احلى غدا انا بفضله. ده سمك بولتي صينيه، بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. وده المكاريل اللي انا بعشقه، طريقه جميله وتحفه. وده البابا غنوجه، انا بدلعه بقول له بابا غنوجه. وده السمك المكرونه، والرز على البوتاجاز خلص طبعا، بس مش لاقي مكان احطه بصراحه. وده الرز الابيض بتاعنا جنب السمك بألف هنا وشفا. انا مش قادره اغرف لان احنا مش هنتغدى دلوقتي. قدامنا ربع ساعه وهناكل. بألف هنا وشفا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده السمك روعه ومستوي وجميل، مش قادره اوصف لكم. خيال خيال والله. بصوا بصوا تحفه، بصوا تحفه تحفه. بص قلبي من جوه، بصوا تحفه. بألف هنا وشفا حبايبي. ده المكاريلي ده بعشقه. وده البولتي مستوي برضو، واخد من التتبيله، جميل وحلو وطعمه خيال. شارب من التتبيله. الطريقه دي حلوه قوي، احسن من القلي يعملوها، بفضلها. شويه بنجر كده قطعيهم. انا ما بسلقش البنجر، بقطعه كده وبناكله كده، طعمه تحفه. حطيه ولادك ياكلوا منه جنب الاكل، فيه فايده جامده. وده السمك المكرونه. وبألف هنا وشفا حبايبي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واكون عند حسن ظنكم. متشكره جدا ليكم وكل الناس اللي اشتركت عندي، شكرا جدا جدا ليكم حبايب قلبي. يا رب ما تحرم منكم ولا من تعليقاتكم الجميله. متشكره جدا ليكم يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.